عزيزي المشجع الجميل، في حكمة بتقول اوعى تغير ظن حد بيك، اللي يكرمك اكرمه واللي يستخف بيك اكرم نفسك بالبعد عنه. ليه بقول لك الكلام ده يا صديقي؟ لان المناظره اللي حصلت ما بين سيد عبد الحفيظ واحمد عفيفي دي مناظره ظالمه جدا وظالمه للنادي الاهلي بالاخص. الظلم من يمه ايه وايه الكلام انا هجيلك فيه يا صديقي، بس خليني اقول لك ان سيد عبد الحفيظ لخص الحوار كله في نقطتين اتنين. النقطه الاولى اللي بتتكلم عن تضارب المصالح، وان الخطيب وحسن حمدي لما كانوا موجودين في الاهرام، وكاله الاهرام والقصه الحمضانه اللي قعدنا سنين وسنين بيتكلموا فيها دي، وسيد عبد الحفيظ جاب حاجه مشابهه تماما ويمكن اكتر كمان، الا وهي ان رئيس نادي الزمالك كان هو رئيس الاتحاد، وفي وقت وجوده اول سنه له كرئيس اتحاد الزمالك بياخد اول بطوله له في الدوري، بالرغم من ان النادي الاهلي كان متسيد لمده 10 سنين. انت متخيل؟ والسنه اللي بعدها او في سنه بعدها كان رئيس نادي الزمالك هو عضو في الاتحاد المصري لكره القدم، بالتالي برضه خد البطوله. وهنا محدش طلع واتكلم وقال اصل في مؤامره، بالرغم من وجود حسن حمدي في الفتره اللي هم بيقولوا عليها دي، لان الزمالك في 4 سنين ورا بعض ياخد منهم 3. ده في وجود مين؟ في وجود حسن حمدي. فلو كده الراجل لو عنده نفوذ هو والخطيب والكلام ده كله، كان حضرتك ما كنتش شميت الدوري. دي نقطه. والنقطه الثانيه، انت نفسك انكشفت لما رحت حتى تسوق لنفسك وتجيب رعاه، ما عرفتش تجيب نفس المبالغ اللي الاهرام كانت بتديها لك، بل في الوقت الحالي انت لما حبيت تسوق لنفسك قعدت بتاع 6-7 شهور فدلتك ما عليهاش راعي واحد. انت متخيل؟ فبالتالي جاي دلوقتي تقول الاهلي ومش الاهلي. دي نقطه. النقطه الثانيه وبرده قصه من قصص الحمضانه، الا وهي ازاي السبعه اكبر من التسعه والبطولات ونادي القرن والكلام ده كله. وسيد عبد الحفيظ بالفعل وضح النقطه دي وذكرها لك، وقال لك ان المعايير حتى الان بتطبق على ذلك، بدليل ان الفرق اللي هتنافس او الفرق اللي هتروح لكاس العالم الاتحاد الافريقي واخدها بنفس المعايير. ليه دلوقتي ما طلعتش تقول على صن داونز مثلا ولا الترجي ولا اي فرق زي الوداد ان الخمسه اكبر من 1 واكبر من 4 واكبر من 3 والكلام ده كله؟ ما طلعتش ليه قلت الكلام ده؟ لا، الكلام ده ينطبق على الاهلي بس. ولما حتى سيد عبد الحفيظ حب احمد عفيف كده يستفزه يقول له اصل انت جامد، انت جامد، قال له اه يا عم انا جامد. ما هو طبعا الاهلي لازم يكون جامد لان موجود عنده استقرار. وسيد عبد الحفيظ ذكر نقطه يمكن معدت كده عادي، ويمكن عدت برضه على المشاهد وعلى عفيفي وعلى الكل تقريبا، الا وهي ان الاهلي في تاريخه كله جه عليه 6 رؤساء انديه فقط. انت متخيل يعني ايه 6 رؤساء انديه؟ طب الرقم ده يوحي بايه؟ يوحي ان في استقرار اداري، فبالتالي هيكون في استقرار مادي، فبالتالي هيكون في انجازات وفي بطولات. لكن ما تجيش تقول لي اصل وفصل، وكل ما اروح لك في حته تقول لي اصل في الدوري المصري الحكام. طب ما انا حط عليك في افريقيا برضه في حكام في افريقيا ولا ايه؟ انا مش فاهم. دي نقطتين يعتبر خلصوا الحوار كله واكيد كله فهمها. طب ليه بقى انا ذكرت لك الحكمه في اول الفيديو، وليه قلت لك ان المناظره دي هي ظالمه للنادي الاهلي؟ انا اقول لك ليه. اولا، ليه كل الناس داخله على بطولات وانجازات الاهلي ودايما بتخش على ثوابت عند النادي الاهلي وتحاول تقارن ما بينه وبين الزمالك؟ ليه ما بتعملش العكس؟ ليه ما بتجيبش تقول ان في رئيس نادي اترفع عليه قضيه من واحد بره المجلس علشان خاطر يحل المجلس، زي ما انت قلت يا عفيفي ان المجلس كل 5 دقايق بيتحل. طب ما هو بيتحل ليه؟ علشان ولاده. هل انت طلعت قلت عشان ولاده؟ هل طلعت قلت ان في مجالس ادارات بتخش فقط همها مصلحتها الشخصيه وملهاش دعوه باي حد تاني؟ هل انت قلت ان في مجالس ادارات للاسف كانت متهمه في قضيه واهدار مال عام وحاجات من هذا القبيل؟ هل انت طلعت قلت في رئيس للنادي اتحجز او اتحبس؟ دي كلها امور انت ما طلعتش اتكلمت فيها. فانت بالنسبه لي هي مقارنه ظالمه. والظلم الاكبر ان مع احترامي الشديد لاحمد عفيف انك تجيب كادر من الاهلي بحجم سيد عبد الحفيظ وتحطه قدام عفيفي، مع احترامنا للباشمهندس احمد عفيفي اللي على راسنا من فوق، ولكن المفروض لما تيجي تعمل مناظره تجيب ايضا كادر زملكاوي شاهد على تاريخ زي ما عبد الحفيظ كده شاهد على تاريخ مع الاهلي، عشان خاطر يكون في تكافؤ وفي النهايه تكون باينه. ولكن انا هنا مش هعتب على سيد عبد الحفيظ لانه ممكن يكون خاف يرفض المناظره دي في سبيل ان ممكن حد تاني يروح فيحصل اي لغط. وبصراحه المفروض
المفروض من بعد كده الموضوع ده ينتهي تماما، وعلى النادي الاهلي واي حد من طرف النادي الاهلي ما تروحش مناظره زي دي تاني، لان هنفضل نعيد ونزيد في اشياء بقت ممله وبقت رخمه جدا، وتكرار نفس الكلام ونفس الاسئله اللي بقت خلاص اكنك حاطط واحد مدان ولازم يدافع عن نفسه، وواحد تاني يطلع يقول له اصل انتوا مش عارف ايه وحرامي وتشكيك واضح جدا في ذمم النادي الاهلي، سواء في رؤساء انديه زي الكابتن حسن حمدي او حتى في ناس زي مراد فهمي رحمه الله عليه مثلا لما كان في الاتحاد الافريقي واتهموه ان هو غير اللوائح مخصوص عشان يخدم الاهلي. انت متخيل؟ فكل المناظرات اللي بالشكل ده تقلل بشده من الاهلي مش تزوده خالص، لان انت هتقعد تثبت في حاجات هي مثبته وهتقعد تفهم وتعلم، ولكن مفيش حد هيفهم. هم عايشين في نظريه المؤامره فقط، والنظريه دي رجعتهم كتير وهتفضل ترجعهم سنين لورا طول ما انت متمسك بيها، وطول ما انت عمال باصص لورا مش باصص لقدام، وما بتعملش زي ما الاهلي عمل وما قالش ان رئيس الاتحاد هو رئيس النادي وهنا في مؤامره او في مظلوميه وهنفضل بقى نعيد ونندد والكلام. لا لا لا، الاهلي بيردم على القديم وفكر في اللي جاي وازاي ان انا اكون قوي فعلا. انت قلت الاهلي قوي، سيد حفيظ قال لك الاهلي قوي، كون قوي زيه يا جدع، خليك قوي زيه، قوي في النفوذ، خليك يا عم. لو انت شايف الموضوع صح قلده، هتعرف تقلده، لكن ما تفضلش تقعد تندب حظك وطلعت شايلني انا بقى اللي يا عيني كلت ورثك وخدت نصيبك، مع ان التاريخ كله بيقول ان انت اقل من النادي الاهلي بكتير وبمراحل وبسنين ضوئيه، سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى المحلي او حتى على المستوى العربي. فدايما هتلاقي العقليات اللي بالشكل ده بتيجي عند الحاجه اللي تخصك، بتيجي عند الحاجه اللي هي مبلوره عندك ومنوره عندك، وهتيجي تتعلق فيها وتقول اصل كان يوماني عشان تداري على حاجات كتير. واكبر دليل على الكلام ده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. هل جمهور الزمالك لما كان في الماتش اللي فات ماتش فاركو وقال لك حي يوم الثلاث انا مش جاي، هو ده مش نفس اللي كانوا بينتقدوا بيه جمهور الاهلي؟ الا هو انتوا جمهور بيب وماشيين ورا الاداره بتطبلوا وخلاص. طب ما انت ماشي ورا الاداره وبتطبل وخلاص، هل ممكن تطلع تقول لي هو ايه الفايده من بيان الزمالك وانسحابه وعدم تكملته الدوري او الدور الثاني اللي بعد المؤجلات والكلام ده كله؟ ايه لازمته غير انه بس حابب كمجلس اداره يداري على فشله خلال الموسم دوت، الموسم الكارثي بالنسبه له في بطولات كتيره قوي، سواء على مستوى الفرق الجماعيه وفرق الصالات والكلام ده كله او حتى على كره القدم. انت في النهايه ما طلعتش غير ببطوله ضعيفه جدا وهي الكونفدراليه، غير كده انت مفيش خالص. حتى دوري الابطال السنه الجايه مفيش، هتقعد تقول لي قيد وقفل وغلق. انت داخل كمجلس اداره داخل وعارف التحديات اللي قدامك، وانت وعدت الناس ان انت هتخلصها، دلوقتي ما خلصتهاش واصبحت مطالب قدام الجمهور بتحقيقها. لكن انت كجمهور طلعت ومشيت وراه وحي ويوم التلاته مش جاي، مع انك بتعمل نفس الفعل اللي انت بتنتقد بيه جمهور الاهلي، مش كده ولا ايه؟ لكن من المفروض ان انت تروح للمجلس وتقول له تمام قرارك ده اركنه على جنب هنشوفه بعدين، ولكن انت عملت ايه معايا الموسم ده وحاسبه، وفكك من نظريه المؤامره واصل الاهلي واخد منها كل حاجه والاهلي بالقوه والاهلي مش عارف بالمحسوبيه والكوس وحاجات من هذا القبيل ملهاش اي اساس تماما. لان انت نفسك اللي بتشتكي من المؤجلات ومش عارف ايه والكلام ده. الكابتن حسين لبيب بنفسه طلع واعترف في حوار تلفزيوني انه تم ضغط مباريات النادي الاهلي لصالح النادي الزمالك، وممكن ترجع للكلام ده وتجيبه. وبالفعل نادي الزمالك في الموسم ده حصل على الدوري بسبب ضغط مباريات النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ساعتها ما قلتش ليه انا مش هلعب مطوشتي غير ما الفرق المنافسه تلعب المؤجلات، لا، لما الموضوع في مصلحتك تقول عادي، لكن مش في مصلحتك لا تعالى بقى ونمسك فيه والكلام ده كله. فهمتوا ان الموضوع بالهوا؟ فانتوا كزمالك والله مش بتكلم لحاجه، ولكن فكك من موضوع المظلوميه ده عشان خلاص هيرجعك لورا. وبيراميدز دلوقتي ماشي تاتا وبياخد مكانك يا معلم، وهتتحول المنافسه ما بينك وبين الاهلي لبين الاهلي وبيراميدز، وانت دور لك بقى العب في الكونفدراليه ولا مش عارف ينسحب من المطوشه والكلام ده كله. فبصراحه نفسي محدش تاني مسؤول او كادر من كوادر الاهلي
يطلع في مناظره زي دي تاني، لان هي بتقل من النادي الاهلي اكتر ما بتفيده. خلاص الناس دي مش هتقتنع بالكلام ده خالص، وهيفضل الفكره موجوده عندها هي مش هتتغير. فانت ككادر اوعى تطلع تاني، سيب الموضوع ده بقى لينا وللجمهور وللسوشيال ميديا والكلام ده شغال ماشي، لكن ككادر من كوادر الاهلي وكادر زي سيد عبد الحفيظ بصراحه خساره انه يطلع في مناظره زي دي، مش كده ولا ايه؟ في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، اعمل لايك وشير للفيديو، لو مش تابعنا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.